السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة يا رب. كما تشوفوا معايا كيكة البركان، على بالي بلي راني روطار بزاف منهم اللي داروها، وانا هاد المرة عجبتني بما انه على بالكم الولاد راهم في المدرسة، راهم يقروا، يبغوا مع الحشية كي يجوا يلقوا حاجة حلوة. على بالي بلي قاع تقريبا نقولوا قاع الاطفال يبغوا الشوكولا. بون هنايا أنا جرّبتها معاكم وعجبتني وعجبت العائلة، نتمنى تنال إعجابكم، وما كنتش في المطبخ تاعي، في المطبخ تاع الأخت تاعي. تبعوي معايا المقادير وطريقة التحضير، وإن شاء الله تعجبكم وتنال الإعجاب تاعكم نتوما ووليداتكم، وما تنسوناش بالجيم وتعليق شباب، وعلى بالي بزاف اللي راهم يدخلوا يتفرجوا. أيا نقول لك ديري معايا جيم وتعليق شباب ونبدو بسم الله. بون هنايا كيكة البركان اللي ما عندهاش هذيك الصينية تاع اللي تنفتحها على جنب، تقدري ديري عادي، تقدري ديريها في أي صينية عندك، في أي بلا عندك اللي يساعدك. بون أنايا كان عندي هنايا عند أختي بلا ماشي اللي يفتحوه، هادوك درت بابي كويسون وساعدني بالبزاف. نوضو المقادير وطريقة التحضير ونبدو بسم الله. جبت 2 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، عندي نص كاس تاع سكر، عندي كاس تاع حليب بدرجة حرارة الغرفة، ولا تسخنوه شوية غير يكون دافي ماشي بارد. عندي ربع كاس تاع الزيت، تقدروا تعوضوا الحليب بالبو تاع الياغورت ناتور ولا أي جو تبغوه، فاني ولا فخاز ولا ليسونسيال. هنا غادي نخلط البيض مع السكر، مع نص تاع كاس تاع سكر مع رشة تاع الملح، نخلطهم مليح مليح. تبغوا تزيدوا لافاني زيدوا لافاني، تبغوا تستغنوا عليها باسكو غادي ديروا الكاكاو يعطيكم جو بزاف شباب، خاصة إذا كان نوعية جيدة. ما تنسوش رشة تاع الملح وتبدو تخلطوا هادوك زوج حبات تاع البيض مع السكر، مع نص تاع الكاس تاع السكر، والرشة تاع الملح، ونخلطوا بالباتور. هنا تقدروا تستغنوا على الباتور، تقدروا تخلطوا غير بالفوي، يعني الفوي حتى الفوي تستعملوها تساعدكم. شوالا كي تخلطوا خلطوا يعني حتى يبيض لكم شوية الخليط، يعني حتى يذوب لكم شوية السكر. عادة هنايا باش تضيفوا الزيت، وكي تضيفوا الزيت ضيفوه على دفعات، ما تضيفوش خطرة واحدة، غير بشوية حتى يتخلط مع البيض والسكر. بعد ما ضفت هذاك الزيت وخلطت مليح مليح حتى كملت هذيك ربع الكاس تاع الزيت، دروك غادي نضيفو الحليب. قلت لكم الحليب تقدروا تستغنوا عليه، تقدروا عفوا تبدلوه تضيفوه في بلاصته الياغورت ناتور ولا ياغورت جو فريز ولا اي جو نتوما تبغوه، فاني ولا يعطيكم تاني نتيجة رائعة. غادي نروحوا للنواشف. عندي كاس ونص فرينة، عندي وحدة باكي خميرة الحلويات، عندي ملعقة كبيرة معمرة تاع كاكاو، عندي ملعقة كبيرة تاع خل نضيفوه في الآخر. هنا غربلت الفرينة، غربلت الملعقة تاع الكاكاو اللي تكون معمرة والخميرة تاع الحلويات غربلتهم قاع مع بعض وبديت نخلط. هنايا تاني قلت لكم تخلطوا بالفوي ولا تخلطوها شوية بالباتور، غير باش تحصلوا على خليط متجانس، يعني خليط خفيف، ماشي ما فيش تكتلات، يجيكم هكا بزاف خفيف، يعني كيما تخدموا المسكوتشو باسكو هذا نفس الطريقة. هنا خلط انا بالفوي مليح حتى وتحصلت على هذا الخليط. شوفوا معايا هنا في الاخير غادي نضيفوا ديك الملعقه تاع الخل، خل ابيض ولا خل داك الاحمر اللي عندنا في قاع الدار. هنا تضيفوا في الملعقه هذيك تاع الخل باش تعطيكم خفه للكيك تاعكم كما كنتوا تشوفوا معايا. شوفوا هنا ضفته وبديت نخلط، وبعد ما كملت خليت الخليط على جهة. ولي شافت الخليط يجيها شوية ثقيل باسكو على حسب الفرينة تقدر تزيد ملعقة ولا 2 تاني تاع قهوة، تاني تعطيكم جو شباب بيان سور اللي يبغوا القهوة. وهنايا كما كنتوا تشوفوا معايا غادي نروحوا للكريمة اللي تجي في وسط الكيكة. بون هنايا عندي 2 كيسان حليب،
عندي 3 ملاعق كبار تاع نشا اللي هي مايزينا ما يكونوش معمرين بزاف، عندي 3 ملاعق كبار سكر، وعندي هنايا درت في الكاسرونة مبشور الليمون، تقدروا نتوما ديروا غير لافاني على حسب الجو تاعكم. أنا من عشاق الليمون، على هاديك اللي درت مبشور الليمون. هنا ضفت الحليب، هنا كلشي حطيته بارد في بارد، وغادي نخلطو بالفوي وندوه فوق النار ونقعدو نحركو فوق النار حتى نتحصلو على خليط ثقيل كيما كريمة كريم باتيسير. يعني هنا حتى يتقال معاكم الخليط. يعني وتستمروا في التحريك باش ما يلصقلكمش. هنا حطيت الكيك تاعي في المول اللي قلت لكم درت له بابي كويسون. هذا درته مدور قطعته وحطيته، درت له مسحته بشوية زيت وحطيت الكيك تاعي وضفت عليه في الوسط هذيك الكريمة كيما على بالكم وهي سخونة. يعني هذه هي باش تجي كيكة البركان تجي كيما هكا كيما راه موضح في الفيديو. هنا أنا كنت سخنت مقبل الفرن تاعي ودخلتها للفرن باش تطيب معايا. بيان سور هي كي طيب وخرجتها خليتها بردت وعادة باش قلعت لها هذاك البابي كويسون. شوفوا كيفاش جاتني. هنا بعد ما خرجتها من الفرن يليق تخلوها تبرد لكم تماما، عادة باش تدخلوها الفريجيدير تزيد تبرد. ومن بعد أنا درتها صباح وتقهووا بها حشية، يعني تقدروا ديروا معاها. أنا درت لها من الفوق شوكولا طاختيني سخنتها فوق au bain marie وحطيتها من الفوق، زدت بشرت عليها شوية شوكولا. كانت عندي شوكولا مينا قطعتها هاكا، قطعتها بالخدمي ورشيتها من الفوق. نتوما تقدروا تزينوها بالشي اللي عندكم، تقدروا حتى ديروا لها لا جولي من الفوق، كوكاو إيفيلي ولا لوز إيفيلي، ولا ديروا تاني مسحة تاع كونفيتور تاع المشماش تاني وترشوها بنوات كوكو. كل واحد يعني والذوق تاعه. أنا درتها بالشوكولا كيما هي في الحقيقة قاع داروها بالشوكولا، على هاذيك يقولوا لها كيكة البركان باش تجي هاكا كي تحلوها تجي سايلة من الداخل وقاع. وهذه هي النتيجة، نتمنى تنال إعجابكم. وما تنسيش لا راكي تتفرجي ضربي هذاك الجيم وتعليق شباب وتهلاو لي في رواحكم. سلام.